لو انت دخلت كليه حاسبات ومعلومات عشان سمعت ان مرتبات المبرمجين عاليه، او حتى عشان اهلك قالوا لك ان دي كليه المستقبل، استنى ثانيه، لان دخولك للكليه دي ممكن يبقى احسن قرار انت خدته في حياتك، وممكن تبقى 4 سنين صعبين جدا لو انت دخلتها بالتوقعات دي. السلام عليكم، انا باشمهندس احمد، والنهارده جاي اشرب معاك كوبايه قهوه. النهارده هقول لك كليه حاسبات ومعلومات من جوه عامله ازاي فعلا، ايه اللي انت هتدرسه، وهل لازم ان انت تكون شاطر في الرياضيات والانجليش ولا لا، وتشتري لابتوب بمواصفات عامله ازاي عشان ما تدفعش فلوس في حاجه انت مش محتاجها. وفي الاخر هقول لك على اهم حاجه لو بدات تعملها من اول سنه هتفرق جدا ما بينك وما بين معظم دفعتك وانت بتتخرج. خليك للاخر عشان كمان هقول لك امتى ما تدخلش كليه حاسبات ومعلومات حتى لو مجموعك جايبها. بس قبل ما نبتدي عايز اقول لك على حاجه، لو انت جات لك كليه حاسبات ومعلومات فالف مبروك يا معلم، انت حطيت رجلك على اول سلمه ممكن تبقى اهم سلمه في حياتك. طيب ولو ما جاتلكش كليه حاسبات ومعلومات، انا برضو مش عايزك تتضايق، لان المجال ده المجال الوحيد اللي انت مش محتاج تخش فيه كليه. مش معنى كلامي ده ان الكليه مش مهمه، لا، هشرح لك اكتر في الفيديو. يلا بينا. اول حاجه لازم نكسر الصوره اللي كلنا فاهمينها غلط عن الكليه دي. كليه حاسبات ومعلومات مش مكان هتدخل تتعلم فيه برمجه، لا، جوه الكليه دي انت بتدرس حاجه اسمها علوم الحاسب، وعلوم الحاسب هي مش لغات برمجه بس، في حاجات تانية كتير: برمجه، خوارزميات، هياكل بيانات، قواعد بيانات، شبكات وانظمه تشغيل، ورياضيات وفيزياء، منطق وهندسه برمجيات وماشين ليرنينج، وبيبقى كمان في بعض المواد الزياده على حسب التخصص بتاعك. لكن المفاجاه ان تقريبا اول سنتين انت هتحس ان انت بتاخد مواد ملهاش علاقه خالص بالمجال بتاعك، وهم هنا مش غلطانين. هتلاقيك بتاخد مواد رياضه كتير، تلاقيك بتاخد مواد انت ممكن تحس اللي هو ايه ده، انا هعمل ايه بالمواد دي؟ بس اقول لك على حاجه، المواد دي هي فعلا مهمه، المواد دي هي بتاسسك. وخلينا نتفق على حاجه من البدايه خالص، لو انت اتاسست في اي مجال ايا يكن ايه صح، هتقدر ان انت تكمل فيه لوحدك. زي بالظبط لو انت بنيت عماره الاساسيات بتاعتها من الاول صح، هتقدر تطلع عدد ادوار اكتر بكتير قوي لو الاساسيات بتاعتك كانت غلط. فممكن تحس المواد دي في البدايه هي بعيده عن الشغل اللي انت بتشوفه على الانترنت، بس زي ما قلت لك الكليه بتبني طريقه التفكير بتاعتك. خلي بالك من حاجه، الكليه مش هتعرفك سوق العمل ماشي ازاي، الكليه بتديك اساسيات بس. فانت محتاج ان انت تبدا تشتغل على نفسك، سواء ان انت تاخد كورسات مع حد، او هتبني مشاريع مع نفسك، او حتى تاخد كورسات مجانيه من على اليوتيوب. بمعنى اوضح، الكليه هتديك الخريطه بس مش هتمشي الطريق مكانك. طيب يا هندسه، يعني اول سنه تتوقع فيها ايه؟ غالبا اول ما تدخل هتلاقي 3 انواع من الطلبه. واحد هو اصلا مبرمج من قبل ما يخش الكليه، خلي بالك مش شرط ان هو مبرمج، شرط ان هو يكون شاطر في الكليه، دي حاجه ودي حاجه. هتلاقيه عمال يتكلم في مصطلحات بالنسبه لك معقده جدا، وهتحس منه ان هو بنى نظام تشغيل لوحده قبل كده. تاني نوع، واحد عمره ما كتب سطر كود وهيفتح اول محاضره وهو اصلا مش فاهم يعني ايه فاريبلز. ثالث نوع، وهو واحد دخل بس عشان مجرد شايف المجتمع اللي حواليه عمالين يقولوا ان الكليه دي هي المستقبل والذكاء الاصطناعي وكل الكلام اللي احنا عمالين نسمعه ده، وهيبقى داخل متوقع ان هو من اول محاضره يبني شات جي بي تي جديد. والحقيقه هما الثلاثه ممكن ينجحوا والثلاثه برضه ممكن يفشلوا. اللي بدأ قبلك عنده افضليه مؤقته، لان اللي بينجح فعلا وبيبقى شاطر في المجال ده هو محتاج ان هو دايما يبقى بيسأل، دايما يبقى بيدور، دايما ما يبقاش كسول ويبقى دماغه شغاله، دايما بيحاول ان هو يحل الايرورز ويفهم ايه سبب الايرور ده. ما بياخدش الايرور ويروح لشات جي بي تي ويحط الايرور ده، شات جي بي تي هو اللي يحله له. ما بقولكش ان انت ما تستخدمش الاي اي، استخدم الاي اي بس استخدمه وانت فاهم. انا عن نفسي انا بستخدم اي اي، معظم شغلي بستخدم اي اي، سواء شغلي اللي له علاقه بالتك او ملوش علاقه بالتك، بس انا بستخدمه عشان يساعدني مش علشان يسوق هو مكاني. فلو انت لسه مبتدئ تماما وما تعرفش اي حاجه عن المجال، ما تقلقش، انت مش متاخر، انت ده الطبيعي اصلا. بس اوعى تستخدم جمله انا لسه مبتدئ فلسه بدري عليا ان انا اذاكر فانا مش المفروض اعرف ده دلوقتي. لا، ابدا من اول اسبوع كليه، حتى لو نص ساعه كل يوم. ابدا اتعلم انت برمجه ابدا اتعلم انت ابدا اتعلم انت برمجه لوحدك. هتلاقي مئات الكورسات اللي موجوده على اليوتيوب ببلاش. البرمجه هي مش حاجه بتتحفظ، البرمجه هي مهاره، والمهاره دي بتتبني من الممارسه. وبس عشان ما تتصدمش، غالبا اول صدمه انت هتتصدمها ان انت تيجي تشغل الكود وتلاقي الكود بتاعك ما اشتغلش. ده طبيعي جدا، انت مش فاشل. جزء كبير اصلا من شغلك ان انت تحل الايرور اللي هيجي لك، لازم تعرف سببه ايه وتعرف حله ايه. وخلي بالك هتسمع ناس كتيره جدا بتقول جمله المبرمج هو عباره عن حلال مشاكل، ودي حقيقه. انت دايما بتحل مشكله. ما بقولكش ان انت بتحل مشكله في الكود، انت لو في عميل جاي لك وعايز يبني نظام معين، فهو بيبني النظام ده عشان يحل مشكله عنده، فانت بتبني له النظام عشان تحل له مشكلته. لو عميل تاني عايز يبيع اونلاين ومش قادر ان هو يبيع اونلاين، فهو بيجي لك عشان تبني له الستور او الويب سايت بتاعه اللي هيبدا ان هو يبيع من خلاله اونلاين. فبرضه هنا انت حليت المشكله اللي هو بيواجهها. انت حلال مشاكل، الجمله دي مش غلط خالص. نيجي للسؤال اللي بيخوف ناس كتير، هل لازم ان انت تكون شاطر في الرياضيات؟ بص هقولها لك في كلمه واحده، لا، انت مش لازم تكون عبقري،
بس لازم يبقى عندك استعداد ان انت تفهم الرياضيات، ما فيهاش مشكله ان انت هتدرس رياضيات ومنطق بشكل كبير قوي. طبعا من جامعه لجامعه الموضوع بيختلف، ومن كليه لكليه برضو الموضوع بيختلف، بس غالبا 90% من الجامعات انت تدرس فيهم رياضه ومنطق كتير. مجالات زي الذكاء الاصطناعي وتعلم الاله، الرسوميات وعلوم البيانات، كل ده انت تحتاج في الرياضه. لكن في مجالات تانية انت ممكن اصلا ما تحتاجش خالص بالرياضه. الاهم من ان انت تكون بتعرف تحسب ان انت تبقى بتعرف تقسم المشكله اللي قدامك، تربط المعلومات ببعض وتجرب اكتر من حل. اقول لك على حاجه، يعني انا مثلا كنت باخد بعض المواد ما كانش بيبقى ليها قانون، يعني عارف اللي هو انت مساله بتجيلك انت المفروض تستنتج قانون مثلا من 100 قانون، ممكن انت تركب قوانين على بعض مفيش اي مشكله. فانت لازم تبقى انت اللي بتفكر. يعني لو مستواك في الرياضه ضعيف او متوسط فده مش سبب يخليك ان انت ما تخشش الكليه دي، لا. اهم حاجه زي ما قلت لك ان انت يبقى عندك القابليه ان انت تذاكر وتتمرن مع نفسك. لكن لو انت رافض تماما فكره التفكير وحل المشاكل فانصحك ان انت ما تخشش الكليه دي او حتى المجال ده. طيب هندسه والانجليزي، بص هو الانجليزي طبعا مهم، بس انت مش لازم تخش وانت من اهل لندن، يعني احنا مش متربيين في حواري نيويورك. انت كل اللي انت محتاج ان انت تبقى قادر ان انت تقرا. ليه؟ عشان غالبا انت هتقرا دوكيومنتيشنز كتيره جدا. طيب الدوكيومنتيشنز دي هتبقى مكتوبه غالبا او ممكن 90% منهم بالانجليزي. هتيجي تقول لي هترجمها عادي، لا، الترجمه ساعات في مصطلحات بتختلف. وخلي بالك كمان انت الايرور لما يطلع لك في الكومبايلر او في الكود بتاعك هو هيطلع لك بالانجليزي، فانت ساعتها محتاج ان انت تاخد الايرور ده وتبدا ان انت تروح تبحث بيه عشان تعرف مشكلته ايه وتعرف هتحله ازاي. خلي بالك ان مع الوقت المصطلحات بتاعت المجال هتتكرر فانت هتبقى حافظها عادي خالص. اكبر غلطه ان انت تستنى لما الانجليزي بتاعك يبقى ممتاز عشان ابدا وكل كلمه تقف قدامك اعرف معناها، وبعد شهر هتلاقي فرق في المستوى بتاعك رهيب. وعلى فكره من اهم المهارات اللي انت هتتعلمها في كليه حاسبات ومعلومات ان انت تعرف تبحث، لان مستحيل تقدر ان انت تحفظ كل حاجه، وبرده لان دايما في حاجات جديده فانت دايما محتاج ان انت تكون بتدور وبتبحث، ودي مهاره مهمه جدا 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 هتتعلمها برضه في الكليه. وهنا نيجي للسؤال اللي ممكن يوفر عليك مبالغ كبيره قوي، اجيب لاب ايه او اجيب لاب بكام؟ قبل ما اقول لك المواصفات اللي انا شايف ان هي مناسبه، ما تروحش تشتري لاب جيمنج عشان مجرد ان انت داخل كليه حسابات ومعلومات. اللاب المناسب بيتحدد على حسب استخدامك مش باسم الكليه بتاعتك، لا. طيب لمعظم دراسه البرمجه والويب ديفلوبمنت وقواعد البيانات ركز على الاربع حاجات دول. معالج حديث من فئه متوسطه زي مثلا الرايزن 5 او الكور اي 5. الرامات حاول ان انت ما تقلش عن 16 جيجا بايت عشان ده هيفرق معاك قوي. ممكن تبتدي ب 8 وبعد كده ان انت تطور مفيش مشكله، لكن لازم تتاكد ان الجهاز بتاعك عنده قابليه التطوير، عشان في لابات ما بتقدرش ان انت تطورها. زي مثلا اللاب بتاعي ده انا ما اقدرش ان انا احط له او ازود فيه الرامات. طيب الهارد او مساحه التخزين فركز ان هي تكون اس اس دي وعلى الاقل 512، لان في فرق سرعه رهيب ما بين الاس اس دي وما بين الهارد الاتش دي دي. وطبعا يا ريت لو ام دوت 2، الام دوت 2 اسرع كمان من الاس اس. طيب شويه حاجات كده هتفرق معاك ممكن تبان ان هي بسيطه. اولا حجم الشاشه، اختار لاب حجم الشاشه بتاعته تكون مريحه لعينيك. تاني حاجه الوزن بتاعه، اعمل حسابك ان انت اللاب ده هتبقى شايله على ظهرك لمده 4 سنين، فحاول ان انت على قد ما تقدر تهتم بان الوزن بتاعه يكون قليل. لابات الجيمنج الشاحن لوحده بيبقى حجمه كيلو وكيلو ونص، بقول لك ده الشاحن غير اللاب نفسه، فالموضوع بيخش له مثلا في 4 كيلو. فانا عن نفسي انا ما بحبش خالص لابات الجيمنج. حاول ان انت تختار لاب تبقى البطاريه بتاعته بتقعد مده زمنيه كبيره، عشان معظم الوقت برضه تحتاج ان انت تشتغل على اللاب وغالبا مش هتلاقي جنبك فيشه. طيب نيجي لنقطه مهمه جدا 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 وبيبقى عليها خلاف، كارت الشاشه. هل اجيب كارت شاشه خارجي ولا اجيب كارت شاشه داخلي عادي؟ بص، كروت الشاشه الخارجيه او كارت الشاشه عامه هو مش شرط للبرمجه العاديه، لا، مش هتستخدمه. هيبقى مهم اكتر لو انت ناوي تدخل في مجال زي مجال تطوير الالعاب، او هيبقى مهم اكتر لو انت عايز تلعب على اللابتوب بتاعك او تدريب او تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي المحليه. هتحتاج كارت شاشه، وهتحتاج ساعتها كارت شاشه الفي رام اللي فيه او مساحه الميموري اللي فيه تبقى كبيره. وحتى في الذكاء الاصطناعي تقدر ان انت في البدايه تستخدم خدمات سحابيه بدل ما تروح تضيع ميزانيتك كلها على اللابتوب. حاجه زي مثلا كاجل او حاجه زي جوجل كلاب، دول بيقدروا ان هم يدوك كروت شاشه تستخدمهم لمده معينه. فهندسه ما تدفعش زياده في شويه ار جي بي او كارت شاشه انت ممكن اصلا ما تستخدموش، وبعدين تكتشف ان الجهاز هو تقيل وانت مش قادر تشيله وبطاريته بتخلص بسرعه وبيسخن بسرعه. حاول تشوف استخدامك ايه. لو استخدامك هو برمجه اتجه احسن للماك بوك او اتجه احسن للابات البيزنس. طيب لو انت اللاب بتاعك محتاج تستخدم كارت شاشه يبقى طبعا مالكش دعوه بلابات البيزنس وروح هات لك لاب جيمنج مفيش اي مشكله.
وتحذير، ابعد عن اي حاجه استيراد. انا بقول لك ما تجيبش استيراد الا في حاله واحده بس، لو انت فعلا الميزانيه اللي معاك ما تجيبلكش غير استيراد. وما تسمعش كلام اي تاجر استيراد يقول لك ده اب تو لحد 16 جيجا ومش عارف ده بيطير وبيشغل ايه وبيشغل بابجي 60 فريم. انت مالكش دعوه ببابجي، معلش التليفون بتاعك بيشغل بابجي 60 فريم، فلا بايه اللي المفروض ما يشغلش بابجي يعني. للاسف ان احنا في مصر عندنا في تجار كتير قوي مش كويسين الا من رحم ربنا. فكر دايما وما تسمعش كلام حد، وابحث واسال على الجروبس، نزل هل ده يا جماعه هيبقى مناسب ليا ولا لا، هل ده هيبقى كويس ولا مش كويس، هل اللاب ده فعلا مواصفاته كذا 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 وهينفع ان انا اشتغل بيه. ركز في الحته دي. لو حابين ان انا اعمل فيديو مخصوص اشرح فيه اللاب المناسب لكل مجال فانا ما عنديش اي مشكله، اكتبوا لي في الكومنتس. اول ما تدخل الكليه هتسمع خناقه مشهوره جدا، هل اتعلم بايثون ولا اتعلم سي بلس بلس؟ الحقيقه ان اول لغه مش هي القرار المصيري، الاهم ان انت فعلا تتعلم بيها الاساسيات صح. لكن بص، وجهه نظري انا الصراحه ان انت لو ابتديت بالسي بلس بلس في اساسيات كتير قوي انت هتستفاد منها مش هتبقى موجوده في حاجه زي بايثون. فانا دايما برجح ان احنا نبتدي بسي بلس بلس. بس هقول لك على حاجه، لو انت بتذاكر لوحدك سي بلس بلس في البدايه ممكن ان هي تكون صعبه، فممكن ان انت ساعتها تبدا ببايثون مفيش اي مشكله. لكن لو انت كليتك بتبدا بسي بلس بلس فانت امشي معاها بسي بلس بلس، ده احسن اختيار من وجهه نظري. هتخليك ان انت تشوف تفاصيل مش هتشوفها في لغه زي بايثون، وهتقدر ان انت تبني بيها اساس قوي قوي. لو بدات بايثون فمفيش مشكله، هي بسيطه في الكتابه وممتازه عشان انت تطبق بسرعه. لكن اوعى تعمل الغلطه دي، تتعلم اساسيات 5 لغات من غير ما تبني برنامج بلغه واحده. اللغه اللي تتعلمها اعمل بيها مشروع لازم، والمشروع بتاعك ده تبقى انت اللي بتبنيه بجد، انت اللي بتكتب الاكواد بتاعه وبتفكر في الاكواد اللي انت بتكتبها. الشركات مش هتوظفك عشان انت كاتب في السي في 7 لغات، هيهمها ان انت هتعرف تستخدم اللي انت اتعلمته فعلا ولا لا. طيب نصيحتي ليك ايه لو انت في سنه اولى؟ فاكر في بدايه الفيديو قلت لك ان في حاجه مهمه جدا هقول لك عليها، هي ان انت تخرج من كل مرحله بحاجه انت فعلا نفذتها بايدك. بعد لما تتعلم الاساسيات اعمل على طول مشروع. مش مهم ان المشروع يبقى مبهر، المهم ان انت تبقى بنيته بايدك وطبقت فيه الحاجه اللي انت اتعلمتها. بعد كده اتعلم جيت وجيت هاب. يا جماعه جيت وجيت هاب من اكتر الحاجات المفيده اللي هتفيدك في حياتك، مش في المجال ده بس عامه يعني. جيت وجيت هاب ده حاجه كده فاهم، حاجه عظيمه. ارفع مشاريعك على جيت هاب واعرف ازاي بتكتب ريدمي صح، ومع الوقت ابدا ان انت تحسن المشاريع اللي انت رفعتها دي. خلي بالك ان جيت هاب هو السي في بتاع اي مبرمج. طيب تعالى اقول لك خطه اول سنه ممكن تمشي ازاي. اولا تتعلم اساسيات لغه واحده بشكل كويس. ثانيا تحل مشاكل بسيطه بانتظام، او ان انت تحل بروبلم سولفنج. ده في البدايه ممكن يساعدك في تمرين دماغك وازاي ان انت تعرف تحل مشاكل. خلي بالك البروبلم سولفنج هي حاجه مش شرط ان انت تحلها، انا بقول لك دي هتساعدك. ثالث حاجه ان انت تخلص السنه دي وانت عامل على الاقل مشروعين او 3. رابع حاجه وان انت تتعلم جيت وجيت هاب. خامس حاجه لو التخصص عندك من سنه ثانيه فانت على قد ما تقدر جرب كل المجالات قبل ما تختار التخصص بتاعك. ما تدخلش من اول اسبوع وتقول انا هبقى اي انجينير او مثلا سايبر سيكيورتي اكسبرت او موبايل ديفلوبر او ويب ديفلوبر او جيم حتى ديفلوبر. جرب وشوف اكتر حاجه انت مايل لها ايه وده التخصص اللي انت تكمل فيه، علشان ساعتها تقدر ان انت تديله وقتك الحقيقي. طيب شويه اخطاء ممكن تضيع عليك سنين الكليه. اول خطا فيهم وان انت تعتمد على الكليه لوحدها وتستنى حد يقول لك كل خطوه تعملها ازاي. يعني ما تستناش حد يقول لك اعمل كذا، روح انت دور وشوف ايه اللي المفروض تعمله، وحتى لو عملته غلط مش مشكله انت كده اتعلمت. تاني خطا معظم الطلبه بيقعوا فيه وان هم يقارنوا نفسهم بحد بقاله 3 او 4 سنين في المجال. تالت خطا وان انت تتفرج على كورسات كتير من غير ما تكتب كود بنفسك. البرمجه هي مهاره والمهاره بتكتسبها من الممارسه. رابع خطا واللي غالبا انت هتعمله ان انت تستخدم الاي اي عشان يحل لك المشاريع اللي انت المفروض تسلمها في الكليه والاساينمنت والكلام ده كله. استخدم الاي اي ان هو يشرح لك الحاجه اللي انت مش فاهمها بس ما يحلش مكانك، لان بجد لو خليت الاي اي هو اللي يفكر مكانك فانت هتدفع ثمن غالي قوي في وقت الامتحانات وفي وقت الانترفيو لما تيجي. خامس غلطه ودي غالبا مش طلاب حاسبات بس هم اللي بيقعوا فيها، هي ان انت تبني السي في بتاعك او تعمل جيت هاب ولينكد ان بعد لما تتخرج. كل سنه اعمل خطوه صغيره وحطها على لينكد ان وجيت هاب. بعد سنين الخطوات الصغيره دي هتفرق معاك جدا وانت بتقدم على الشغل. دلوقتي الجزء اللي ناس كتيره ما بتحبش ان هي تقوله، امتى ما تدخلش كليه حاسبات؟ لو داخلها بس عشان انت سمعت ان المرتبات بتاعتها كبيره، وبالمناسبه هي مرتباتها كبيره، بس خلي بالك ان مرتباتها كبيره للشاطر مش اي حد. وخلي بالك برضو ان اي حد شاطر في اي مجال في اي كليه هو هيخرج يلاقي شغل وهيخرج يقبض كويس. ولو انت مش مستعد ان انت تتعلم دايما فبرضو ما تدخلهاش. جرب البرمجه الاول قبل ما تقرر قرار زي ده. انا عايز اقول لك ان ممكن يكون في ربع الدفعه او اقل شويه بيحولوا من الكليه بعد اول سنه عشان ما لاقوش ان هم حابين المجال. لو انت بتكره القعده قدام الكمبيوتر فيعني ده مش مجالك خالص، لان انت هتقعد على الكمبيوتر بال 12 وال 13 ساعه مفيش اي مشكله. اقول لك على حاجه، لو انت بتحبش الكمبيوتر فبرضو ده مش مجالك
مجالك، الكمبيوتر ده هيبقى اقرب حد ليك. وانا عن نفسي مش شايف مبرر ان انت بتحبش الكمبيوتر، راجل منطقي كلامه فاهم 1+1 بيساوي 2 ما ينفعش يبقى بيساوي 3، فخلاص يعني انت عارف الاوتبوت اللي هيجي لك منه. اصلا الكمبيوتر بالنسبه لي احسن بكتير قوي من التعامل مع البشر. لو انت بتكره حل المشاكل وبتكره ان انت تجرب حاجات جديده فبرضه ده مش مجالك. لو انت مش مستعد ان انت تصبر على المشكله لحد لما تحلها فممكن تدور على مجال تاني يكون انسب لك. لو اخترت الكليه بس عشان مجموعك جابها او عشان الناس شايفاها ان دي كليه المستقبل، ده لوحده مش سبب كفايه يخليك ان انت تدخل الكليه. قبل القرار ان انت تدخل الكليه خد اسبوع او اسبوعين اتعلم فيهم اساسيات البرمجه، واعمل برنامج صغير كده، شوف نفسك هل عندك قابليه وحابب الموضوع ولا لا. انا ما بقولكش ان انت تحب الايرور وتموت في دبادبها، لا، بس على الاقل يكون عندك قابليه ان انت تدور وتحل المشكله دي. محدش فينا بيحب الايرور، بس احنا ما بنيأس قدام الايرور. انا ساعات ممكن اقعد 4 5 ساعات عشان بحل في ايرور، واقول لك على حاجه والله العظيم ساعات بقعد ايام احل في ايرور. التجربه الصغيره اللي بقول لك ان انت تعملها دي اصدق من 100 فيديو هتتفرج عليه. في نفس الوقت ما تحكمش على المجال من اول ساعتين، اي مجال بيبقى صعب وغريب لو حد لسه بيبتدي فيه. خلاصه يا هندسه ان كليه حاسبات ممكن تفتح لك فرص ممتازه جدا، لكنها برضو مش هي الطريق السحري للنجاح. مش لازم تدخل الكليه دي وانت مبرمج، مش لازم تدخلها وانت معاك اغلى لابتوب، مش لازم ان انت تكون عبقري في الماثماتكس او لازم ان انت تكون كويس في الانجليش، لكن لازم تدخلها بعقليه انك هتتعلم بنفسك، هتغلط كتير وهتجرب كتير. لو انت بالفعل داخل حاسبات السنه دي فاكتب لي في الكومنتس الجامعه اللي انت داخل فيها، ومبروك مقدما يا صديقي. وايه اكتر حاجه قلقان منها؟ انا هجمع اكتر الاسئله دي وهنعمل بيهم ان شاء الله فيديو تاني نجاوب على الاسئله دي. ولو انت لسه محتار في اللابتوب اكتب ميزانيتك في الكومنتس وانا هرد عليك بانسب لاب انا شايفه. ولو عايز تبدا برمجه من الصفر فقريب جدا المنصه بتاعتي هتكون موجوده وهيبقى فيها كورسات كتير جدا فور فري، وكمان الكورسات اللي هتبقى بفلوس هتبقى بفلوس رمزيه جدا. خلي بالك انا مش هعلمك برمجه، انا هعلمك علوم الحاسب. انا باشمهندس احمد، اشوفك الفيديو الجاي. سلام يا هندسه.